اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم بخير وصحة وسلامة. تعالوا معايا النهاردة. يوم جديد وروتين جديد. هحاول يعني ان انا كل يوم اصور معاكم فيديو. بس انا مش بحب ان انا اكرر الحاجات اللي انا بعملها عشان ما تملوش ولا تزهقوا بصراحة. بس يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا انوع يعني. انا صحيت النهارده قلت اعمل فراخ. هعمل يعني فراخ ورز وشوربة وملوخية. الأكلة العادية التقليدية يعني. بصوا، أنا هنا قلت ايه. أنا أول حاجة دخلت المطبخ. شلت المواعين طبعا بتاعت امبارح كلها ورتبت المكان ودخلت كل حاجة مكانها عشان الدنيا تبقى رايقة حواليا. انا بسيب المواعين بتاعتي تتصفى لحد تاني يوم، ولما بصحى من النوم بقى بشيلها، يعني عشان اضمن انها تبقى ناشفة تماما. تمام. فزي ما وريتكم كده اللي ورا ده كيس ملوخية. انا اول مرة اجرب النوع ده. انا دايما بجيب بسمة يعني، هي دي اللي انا بحبها ومتعودة عليها. بعمل ايه بقى اللي انا بعمله ده؟ انا بشرت بصلة وحطيت عليها شوية ملح وفلفل وبدعك بيهم الفرخة ده او نص الفرخة دي. يعني بدعك القطعة دي بدعكها كويس جدا 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 بالبصل والملح والفلفل دول. ده قبل ما احطها في المية السلق بتاعتها يعني. بتخلي طعم اللحمة بتاعتها بتبقى طعمها حلو. يعني لو انتي عايزة مثلا تسيبيها مثلا في البصلة دي مثلا، لو انتي قدامك وقت وعايزة تسيبيها ساعة ساعتين براحتك خالص. يعني مش هتعملها، مش هتخلي طعمها مش لطيف، لا بالعكس. بتخلي طعمها زي ما يكون متبل كده، وبتبقى جميلة قوي. بتخلي طعم اللحمة بتاعتها جميل، وبتخلي برضو الشوربة بتاعتها حلوة قوي. انا مش بشوح الفراخ. يعني في ناس بتشوح الفراخ وبعدين تضيف المية، لا انا مش بشوح الفراخ. انا بغلي المية وبحط الفراخ. حتى اللحمة برضو بغلي المية واحط اللحمة. مش انا متعودة على كده. مش عارفة بقى. ممكن ابقى اجرب مرة ان انا اشوح، اكيد برضو بتبقى حلوة وجميلة يعني. حطيت حلة بقى طبعا، حطيت فيها المية. بس بعد شوية يعني ما كانش على طول. مش بعد ما عملت الفرخة كده على طول. لا، كنت استنيت شوية تقريبا، عملت حاجات وبعدين قلت استنى شوية. حلة عادية خالص وحطيت فيها شوية مية وطماطماية وبصلاية وورق لورا وحبهان. لو في جزر حطي جزر حلو جدا. تمام. وبصوا بقى، وفي حاجة كده افتكاسة. هي مش افتكاسة من عندي، بس المطاعم الكبيرة بتعمل كده. بيتحط في الشوربة بتاعتها. لو عندك بسلة حطي 3 4 حبات بسلة كده. و... ولو بطاطساية صغيرة بقى تقطعيها مكعبات. بتخلي طعم الشوربة حلو قوي وبتشد اي زفرة في الفرخة بجد. بس انا نسيت بقى. نسيت ان انا اعمل كده يعني. بس انا بعمل كده على طول. وهعمل بقى رز بشعرية اهو. آه، كان حلو قوي ما شاء الله. انا حطيت له يعني حمرت الشعريه بحته سمنه بلدي كده وشويه زيت، وهسيب الرز يتشرب وهوطي عليه بقى. اكله سهله، مش بتاخد وقت خالص. انا بالنسبه لي والله ان الاكله دي اسهل من اكله البانيه. مش البانيه اسهل حاجه ولا كده، لا خالص والله. لا، البانيه صعب مش سهل.
يعني عشان خاطر ماشي انتي بتتبليه وكل حاجة وتسيبيه، بس بقى انتوا عارفين لما تيجي توضبه عشان تحمريه وكده تحسي ان هو بياخد مكونات كتير وحاجات كتير ومواعين كتير وكده. لكن الاكلة دي والله سهلة جدا، مش بتاخد اي حاجة، مش بتاخد وقت خالص طبعا. يعني السوا بتاعها قليل جدا. المهم ارجع لكم تاني في نقطة الشوربة بتاعة اللحمة بتاعة الفراخ، قصدي اسفة. ان انتوا تحطوا في الشوربة، لو عندكم بسلة حطي 3 4 حبات بسلة، ولو بطاطساية صغيرة خالص، اصغر بطاطساية عندك، قطعيها مكعبات وحطيها في الشوربة. بصوا بجد بتودي الشوربة في حتة تانية خالص. هي المطاعم الكبيرة بتعمل كده. خلاص بقى الاكل هنا كانت استوى، وانا طلعت الفرخة وحطيتها على جنب في طبق، والرز كان استوى، وانا خلاص هنا انا كنت هحضر عشان ناكل. طبعا انا مش احنا مش ما كناش على طول كده، انا طبعا بسوي الاكل وبسيبه لما وقت الاكل، يعني وقت ما هناكل بقى ببدأ اجهز. ده كان بعدها بفترة، يعني بعد ما الاكل استوى مثلا بحوالي ساعتين، كنا خلاص بقى كنا هناكل يعني. جبت طاسة وحطيت فيها سمنة بلدي برضو وشوية زيت، وحطيت بقى الفرخة تحمر، مدخلتهاش الفرن. ساعات بدخلها الفرن وبحط على الوش بتاعها صلصة وملح وفلفل عشان يعني تتحمر في الفرن، وساعات بحمرها كده بسمنة بلدي وزيت. النهاردة يعني اخترت ان انا احمرها كده. وهنا الحلة الصغنونة دي انا عملت فيها بقى شوية ملوخية على قدنا صغيرين، اللي هم يدوب هيملولنا طبق كده يعني. واتبقى منها برضو والله. بعد ما الشوربة غلت حطيت 4 كبشات من دي هي صغننة. وحطيت الملوخية، وهعمل بقى الطشة بتاعة الملوخية مكان الفرخة. انا خلاص الفرخة احمرت اهو، الفرخة خلاص كانت اتعملت، خدت لون كويس يعني. انا بقى مكانها بعمل الطشة بتاعت الملوخية. بتبقى حلوة جدا. ليه؟ لان عارفين الفرخة بتنزل زي دهون كده بتاعتها. ف لما باجي بقى اعمل الطشة مكانها وكده واحطها على الملوخية فبتديها طعم حلو قوي. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ممكن يكون في ناس بتعملها زيي وممكن يكون لا، بس ان شاء الله لو جربتوها تعجبكم. اسيبها بقى اللي هي تحمر، مش بسيبها تتحرق لا، انا بسيب التومية تصفر كده. بصوا كانت اصفرت بقى خلاص، وبنزلها على الملوخية على طول. ما تسيبوش التومة ان هي تتحرق، عشان بتعمل طعم بتمرر الملوخية. لكن لما تنزليها وهي صفرة كده بتبقى حلوة جدا. بصوا قلبتها قلبتين وخلاص. نوع الملوخية ده، الملوخية دي اسمه جيفريكس. انا اول مره اجربها، انا بجرب بسمة، بس هي عجبتني يعني، هي طلعت زي بسمة. عجبتني حلوة قوي. والملوخية لما تطلع بقى وقت الملوخية بجيب ملوخية فريش يعني واعملها. بس يعني بس اغلب الوقت لما فيش ملوخية بعمل بقى يا كيس بسمة. ولما جربت جيفريكس دي هبقى اعملها تاني. بسمة ممتازة بصراحة، وبطلع لي نتيجة هايلة، مش وحشة ابدا. هنا انا خلاص بقى كنا هناكل، فقلت بقى اغرف الاكل. بألف هنا اللي هياكل يا رب. واكلنا بقى والحمد لله يعني. وكالعادة اليوم الطبيعي اكلنا وروقت الشقة بره وظبطتها وكده. وبعدين قلت بقى ايه ادخل اغسل مواعين، مش هكسل. واصور معاكم كده عشان تتنشطوا معايا كده، واللي وراه حاجة يقوم يعملها على طول. انا عارفة ان احنا بنتكاسل كتير، بس يلا. يعني هتشجع بيكم وتتشجعوا بيا ان شاء الله. انا خلصت اكل وقمت صليت. احنا كنا واكلين المغرب اصلا يعني. صليت المغرب وعملت يعني عملت الشقة بس من بره ايه ظبطتها كده. اللي هو يعني لو في حاجة على السجادة كنست بالمكنسة بتاعه وظبطت الدنيا بره
وقلت ايه، على بس ما العشاء تأذن عشان اصلي العشاء. احنا بنتأخر في الاكل بصراحة. يعني حتى في الايام العادية، مش في ايام رمضان بس بناكل المغرب، لا احنا حتى في الايام العادية بناكل المغرب، وممكن نعدي المغرب كمان. يعني هو عشان بحكم شو يعني شغل جوزي بيتأخر وكده، فاحنا مش بنحب ناكل غير معاه. فكنت صليت بقى وقلت ايه، ادخل بقى خلاص مفيش حاجة في الشقة، برا الشقة زي الفل. ادخل بقى، افنش بقى المطبخ وخلاص كده. يعني هي دي كانت اخر حاجة بالنسبة لي. ليه؟ لان انا يعني وانا شغالة يعني بالنهار لما كنت بعمل الاكل وكده، كنت غسلت الملايات اللي انا شلتها معاكو دي ونشرتها، وكان في شوية هدوم لمتهم وطبقتهم، فخلاص ما ورايش حاجة بقى. والشقة يعني كلها نظيفة ومفيش اي حاجة، اللي هو يدوب بقى ايه، مكان ما بناكل بتاع بعمل بالمكنسة، فخلاص الدنيا بتبقى تمام حواليا. وانا بقى كنت عملت معاكم الروتين، يعني غيرت الملايات ومسحة التراب وملمعة الدنيا، مفيش اي حاجة. فقبل ما ادخل المطبخ بقى قمت جايه كنسه بالمكنسه بره وكده. الصاله بقى كانت نظيفه وهاديه ما فيهاش اي حاجه. قلت بقى ادخل افنش المطبخ خالص بقى معاهم برضو، اصور معاهم كده عشان يتشجعوا معايا كده، اللي وراها حاجه ما تكسلش وتقوم جري تعملها. انا بحب الفيديوهات بتاعت الروتين دي بصراحة، وبتفرج عليها كتير لان هي بتشجع اوي، هي مشجعة اوي، الفيديوهات دي مشجعة اوي. اي حد بيتفرج، لو كسلانة ونايمة على السرير وقاعدة بتتفرج على فيديو، حقيقي بجد والله اول ما بتشوف فيديو روتين زي ده وكده، يعني تحس ان احنا ايدينا بتاكلنا كده، لو ورانا حاجة لا لازم نقوم نخلصها، عشان البيت يبقى نضيف حوالينا. غسلتهم بقى خلاص. انا بحب طبعا اللي شاف فيديوهات ليا في اليوتيوب اللي هي الفيديوهات الاولى دي، هيعرف ان انا بحب اغسل المواعين كلها دفعة واحدة واشطفها دفعة واحدة. الطريقة دي انا بحبها وسهلة وسريعة معايا وعملية، بحس ان هي بتنجزني كده وقت ومجهود. يعني انا جربت كل الطرق في المواعين، يعني دي احسن طريقة انا بحبها، ان انا اغسل مرة واحدة كلهم وبعدين اشطفهم كلهم مرة واحدة. طبعا بقى انا كنت مسحت الرخامة برضو معاكم، بس انا ما صورتش زي ما شو وريتكم كده. انا بمسح الرخامة بتاعة المطبخ اول حاجة وبلمعها كويس وبنشفها، وبحط عليها الفوط بتاعة المواعين اللي هي بتاعة التنشيف اللي هي مخصصة لكده يعني. و... وبخلص بقى يعني اشطف، وبعدين هنقل بقى الحاجات التقيلة دي بوديها على الفوط تتصفى وتنشف براحتها خالص مع نفسها لتاني يوم. انا كنت نقلت بقى الحاجات التقيلة اهو، وكان فاضل بقى التلات حلل دول. طبعا الحلل اللي متاخدش وقت معايا في الغسيل خالص، لانها طبعا تيفال وكده، مش محتاجة بقى ان انتي تقعدي تدعكي وتعملي، مفيش حاجة بتلزق فيها اصلا، وده احسن اختراع في الدنيا بجد والله. بس طبعا الحلل الاستانلس والحاجات دي برضو مفيش غنى عنها، ليها استعمالها. بس دول بينجزوا في الوقت جدا بصراحة. طبعا يعني الجرانيت والسيراميك والحاجات دي يعني ما عادتش بتحسس الامهات بقى زي امهاتنا كده، وربنا يا رب يديهم الصحة برضو. عمرهم ضعف في ضحك المواعين الألمونيوم يعني. طبعا احنا التطور بقى على ايامنا خلانا بجد، كل حاجة متطورة على ايامنا خلى ان الحاجات اسهل بكتير، ومع ذلك تلاقوا برضو ما عندناش وقت، رغم ان الحاجات سهلة جدا. عندنا غسالات اوتوماتيك والمواعين ما بتاخدش وقت في الغسيل، عشان طبعا مش محتاجة انها تدعك ولا تبوش ولا اي حاجة، بس برضو بتلاقي ان احنا ما عندناش وقت، مش عارفة ازاي وليه. بس يلا الحمد لله على كل حال. خلصتهم هم التلاتة في ثانية. في حلة فيهم اللي هي الكبيرة دي، ما تستغربوش ان هي بايد واحدة، الايد التانية اتقطمت، وانا مش عارفة الحمها ازاي بصراحة. يعني مش لاقي حد ان هو يلحمها لي. هي الايد موجودة عندي بس انا مش لاقي حد ان هي يلحمها لي. انا التلات حلل دول هم اكتر تلات حلل انا بستخدمهم.
في الاكبر منهم في الطقم بس انا مش بستخدمهم لانهم كبار قوي. ممكن استخدمهم بس في حالة ان انا بعمل كمية رز او كمية، يعني كميات كبيرة. اه تمام، لكن غير كده لا. ولو بعمل كابوريا عشان انتوا عارفين الكابوريا بيبقى حجمها كبير شوية، فبتبقى عايزة حلة واسعة عشان وانتي بتقلبيها تعرفي تقلبيها. آه، بس ما انتوا شفتوا بقى غسلتهم طبعا حطيتهم بقى يتصفوا على ورا عند الرخامة بتاعة المطبخ. انا كنت غسلت عيون البوتاجاز اهو معاكم. هي الحتة دي ما اتصورتش، انا كنت مفكرة ان الموبايل بيصور بس طلع مش بيصور، مش عارفة ليه بقى. يعني انا اتكيت ان هو الفيديو يشتغل بس هو ما اشتغلش وانا ما خدتش بالي خالص. فجبت العيون بتاعة البوتاجاز وغسلتها كويس وسبتها تتصفى على الصفاية قدامكم. ودي الحوامل طبعا بغسلها برضو، هسيبها تتصفى جنب الحوض كده في الكورنر ده كده اللي انا بركنهم فيه ده. والبوتاجاز بقى اغسله غسلة محترمة طبعا. انا برش عليه ده مش منظف يا جماعة تبع الدهون، عشان محدش يفتكر ان هو منظف دهون او كده، لا خالص. ده آه بخاخة اصلا دي كانت بتاعت جلانس عادي خالص. انا بقى حاطة فيها مية وكلوريكس الوان. مش هتتخيلوا الخلطة بتاعتي، يعني اغرب خلطة في العالم. بس حاطة فيها، يعني بصوا، الكلوريكس الالوان فيها كمية بسيطة جدا والباقي مية بس. شفتوا بتعمل رغاوي قد ايه؟ بس بتنضف معايا كويس قوي، بتخلي الحاجة ريحتها حلوة. بلس انها بقى اهم شيء، مش بتبوظ حاجة، مش بتبقع على الاستانلس، ومش بتبقع عندي المطبخ. انا برضو بغسل بيها المطبخ. انا كنت منزله فيديو طبعا التنظيفات بتاعه رمضان، شفتوني وانا بعمل على الظرف بتاعه المطبخ. مش بتبوظها ولا تغير لون حاجه ولا تنقر حاجه ولا تصدي حاجه ولا اي حاجه خالص. فهي خلطه حلوه وبتنظف كويس وملهاش اي ضرر. المنظفات بصراحة أنا ما بستخدمش أي منظفات ولا سيترس ولا باور ولا الحاجات دي خالص، ولا مع البوتاجاز ولا مع المطبخ ولا مع أي جهاز كهربائي بصراحة. أنا بخاف جدا من المنظفات دي عشان بيبقى فيها مادة كاوية وبتنقر الاستانلس وبتغير لونه، وكمان بتبوظ الظرف بتاعة المطبخ. فأنا بعيدة عنها تماما، عمري ما استخدمتها بصراحة. أنا آخري خالص إن أنا بحط سترس على الشفاط بس بتاع المطبخ، مش اكتر من كده. هنا بقى كانوا اناناستين كده، كانوا محطوطين. انا كان من بدري خالص كانوا محطوطين. ابني كان عاوز ياكلهم كده، وبصراحة انا قعدت اشتغل وما عملتهمش. وبعدين قبل ما افنش بقى المطبخ في الاخر خالص، انا كان فاضل لي كده بس ان انا هكنس المطبخ. قلت بقى هقوم جايه قلت بالمره، انا كنت فاتحه الكاميرا اصلا، قلت بالمره هقطعهم معاكم بقى كده. قطعتهم حتت صغنونه كده خالص، وحطيت رشيت عليهم شويه سكر لانها ما كانتش مسكره، رشيت عليهم شويه سكر وبس كده. وهو ده بقى كان يومي النهارده. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.